معاكي من مطبخ شيماء. لو اول مره تشوفيني يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي بنزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. نعمل كيكه سهله وسريعه جدا. كل مكوناتها يعني يعتبر في البيت. هنشتري البسكوت بس. معايا 4 بواكي من البسكوت. الباكو دوت ب5 جنيه. ومعايا نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه واربع معالق من الكاكاو ومعلقه كبيره من اللبن البودره ومكعب صغير من الزبده ومكعب صغير من الشوكولاته، اي نوع شوكولاته بتحبيه او بالحليب، اي نوع بتفضليه مش هيقول لا. والوصفه هتطلع حلوه جدا، المقادير بتاعتها مظبوطه جدا جدا، وبجد بجد اخف واحلى كيكه ممكن تعملوها للاولاد كده. وممكن كمان تطلعي منها اوردرات، هتبقى مطلوبه جدا لانها ما بتاخدش اي وقت خالص. هنا جبت بولة وحطيت فيها البسكوت. كسرته كده تكسير يعني يبقى خشن شوية باين، علشان خاطر هنشوف دلوقتي هيبان معانا ازاي لما نعمل الكيك بتاعنا الحلو ده. طبعا مش شرط تستخدمي البسكوت دوت، اي نوع بسكوت. باكل البسكوت دوت 130 جرام في 4 بواكي. شوفي بقى كام جرام بالظبط، هكتب لك المقادير في صندوق الوصف. وهنا هجيب معايا كسرولة او حلة صغيرة، هحط فيها السكر والمية وهحط فيها الكاكاو والحليب البودرة، وهقلب بالمضرب اليدوي لحد بس ما افك التكتلات بتاعة الكاكاو، عشان احنا طبعا عارفين الكاكاو بيكتل. ده كاكاو خام اسباني مفهوش اي سكر. وحطيت هنا دلوقتي الشوكولاتة والزبدة ورفعتهم على النار لحد ما كل السكر داب معايا والزبدة والشوكولاتة دابهم خالص بنسبة 100%. والخليط معايا زي ما انتوا شايفين بيغلي هنا. انا هنا شلت شوية من البسكوت بس لقيت المقدار مظبوط جدا جدا. انا كنت خايفة البسكوت يبقى كتير على المقدار بتاع الصوص، انما لقيته كويس جدا معايا وهحطه معاكم دلوقتي وهلاقيها مظبوطة معايا جدا. انا استخدمت مقاس الصينية مقاس 24، فطلعت الطبقة معايا مش عالية قوي. لو حضرتك حابة تحطيها في مقاس 18 او تحطيها في 20 على حسب علو طبقة الكيك اللي حضرتك عايزاها. هنا بصوا ضفت بقية البسكوت عشان لسه عندي باقي الصوص. بصب شوية بشوية كده وبقلب علشان ما البسكوت ما يشربش الصوص مرة واحدة، ويبقى عندي هنا بقية المكونات ما خدتش من الصوص وكمان ما يبقاش متغلغل كويس. شايفين هنا بدأت تلمع وكمان ما شاء الله حلوة جدا. السمك بتاعه مظبوط جدا وتقيل، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس بصراحة تحفة قوي قوي قوي. بصوا بقلب هنا كويس علشان خاطر اطلع كل البسكوت اللي ما خدش من الصوص يشرب من الصوص كويس. انا مش هغسل الحله ولا الكسرولة، هسيبها عشان هعمل فيها الجناش، عباره عن 200 جرام من الشوكولاته و100 جرام من الميه. انا ما عنديش صينيه بتتفتح، لو حضرتك عندك صينيه بتتفتح يبقى تمام هتشتغلي بيها، انما انا ما عنديش هنا صينيه بتتفتح، فجبت صينيه مقاس 24 وجبت الاسترتش راب وايه سكنته في قلب الصينيه من جوه علشان يسهل عليا شيل الكيك لما اجي اخرجها. وهتشوفوا معايا هتطلع بمنتهى السهوله وهتطلع سهله جدا وحلوه جدا جدا. هنا بقى بفرد معايا طبقه الكيك بالشكل دوت، طبقه البسكوت، وبفردها كويس وعايزه تنضغط عليها كويس جدا. حطيت هنا بقى الباقي الاسترتش وبتكه كويس جدا جدا علشان خاطر تبقى متماسكه وطالعه معايا في منتهى الجمال وتبقى كلها طبقه واحده ما تبقاش فاصله عن بعضها. دخلتها الفريزر لمدة 10 دقايق لحد بس ما تمسك معايا بالشكل دوت. عبال ما جهزت الجناش 200 جرام شوكولاتة على 100 جرام من المية وحطيتهم يسيحوا على النار، بقوا معايا بالشكل دوت. ما حطيتش اي اضافات تانية غير زي ما بقول لكم كده الشوكولاتة والمية، وحطيته على الوش هنا على طول بتاع الكيكة او طبقة البسكوت. ودخلته هنا معايا بقى التلاجة. مستعجلة حطيه في الفريزر لمدة ساعة، لو مش مستعجلة سيبيه في التلاجة لمدة 4 ساعات. شايفين بقى طلع معايا متماسكة اللهم بارك حلوة جدا. شايفين بقى البالونات اللي على الوش بتاع الكيكة ديت بتاعة الجناش دي كانت مضايقاني بصراحة. المفروض ان انا كنت جبت خلة وفضلت رايحة جاية لحد ما اخرج كل البابلز او الفقاعات ديت، او كنت خبطتها خبطتين 3 كده لحد ما كنت خرجت كل الفقاعات معايا. بس مفيش مشكلة، هنداري كل دوت دلوقتي واحنا بنقطع بالسكينة. شايفين متماسكة، انا بشيل الاسترتش من تحتيها طالعة معايا حلوة جدا اللهم بارك، وكمان متماسكة وحلوة قوي.
عندك اي نوع مكسرات، انا حطيت هنا رشة كده من الفستق على الجنب. لو حضرتك عندك فول سوداني مش عايزة تحطي حاجة خالص، عايزة تسيبي واحدتين من البسكوت وتزيني بيها على اساس ان هي تدل ايه المكونات بتاعة الكيكة، مفيش اي مشكلة معاكي، دي حاجة ترجعلك. المهم تمشي على الخطوات مظبوط، هتعجبك جدا وسهلة ما بتاخدش اي وقت خالص. والله هتعمليها وانتي واقفة في المطبخ كده، مش هتاخد منك اي وقت، هي بس بتقعد شوية حلوين في التلاجة علشان تطلع معاكي متماسكة بالشكل ده. شايفين بقى اتقطعت معايا 8 قطع تحفة جدا، اللهم بارك، طالعة معايا شكلها يهبل بجد بجد، وطعمها خرافي خرافي خرافي. اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه، وكمان اعملوها عشان العيد كده والاولاد يلاقوا حاجة في التلاجة حلوة، هتعجبكم جدا جدا جدا. ولو حضرتك حابة تطلعي منها اوردرات، شوفي التكلفة بالظبط قد ايه، وكمان احسبيها وحطي مكسبك بما يرضي الله وطلعيها، هتطلب منك جدا، ما بتاخدش اي وقت، سهلة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. شايفين بقى هنا تحفة جدا، اللهم بارك، حلوة قوي قوي وطرية كده في نفس الوقت، وبصراحة ما يتشبعش منها.